سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلمتك. وبعد، حدد أخونا الفاضل درسا مستفادا من هذا العيد، عيد الجهاد الوطني، الوحدة الوطنية. والوحدة الوطنية من المنظور الإسلامي كما درسناه في الأزهر معهدا وجامعة. وأنا حين أتكلم عن التيار الإسلامي الوسطي الذي شربناه في أزهرنا ونحن نتعلم الدين والإسلام دون أن أجامل أحدا أو أتحامل على أحد ممن سبق ولا ممن هو موجود. فالكلام بحيدة تامة، لا دخل لي في سياسة، فلست مع أو ضد حين أتكلم باسم الدين لا باسم الشخص. فأقول بداية القرآن العظيم في الوحدة الوطنية يقول مولانا تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأقباط خيرا، بل وجعل من آذى ذميا فقد آذاه هو شخصيا صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله جل في علاه. ومن تجرأ فاعتدى على مسيحي من المسلمين واعتدى على مسيحي، أنا آتي بدليل من صحيح البخاري، يعني من أصح الكتب بعد القرآن العظيم. أخرج البخاري عن الحبيب صلى الله عليه وسلم قول: من قتل معاهدا. المعاهد من عاهد، والمعاهد من عاهدناه، أن يكون منه ما دام لم يعتدي على أحد فله كل الحق. من قتل، الحديث في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، مع أنه مسلم مؤمن ولكنه اعتدى على قبطي أو مسيحي، لم يرح يعني لم يشم رائحة الجنة، وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 عاما، ومع ذلك ما يشمش ريح الجنة لأنه قتل مسيحيا. ده في أعلى درجات الصحة في الحديث النبوي الشريف، في حديث أخرجه الإمام البخاري. ومن هنا أخذ الصحابة والسلف والتابعون ومن يفهم الدين. أما من تصرف بغير هذا فهو لم يفهم دين. وأكرر المرة الثانية والأخيرة: والله لو جئت إلى هنا وأنا غير مقتنع بما أقول ما جئت، فأنا لم أكن مجبرا أن آتي، كنت مخيرا، فجئت لأنقل صورة الإسلام التي تعلمتها، فهي أمان في عنقي. أن الصحابة أخذوا من هذا من القرآن والسنة. فسمعنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أوذي القبطي وضربه ابن عمرو بن العاص لأنه سبقه في السباق الخيول، وقال له: أنا ابن الأكرمين. واشتكى القبطي لعمر، فأخبر عمرو أن ائتي ومعك ابنك، وأمر عمر القبطي أن يمسك بالصوت ويضرب محمد بن عمرو بن العاص فاتح مصر، وقال له: اضرب ابن الأكرمين.
ثم نظر عمر إلى عمرو وقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ ومش عمرو كان تصرف ابنه، إنما عمرو لما فتح مصر أرجع الكنائس المغتصبة إلى المسيحيين، جعل الأعياد المسيحية كالأعياد الإسلامية تماما بتمام يحتفل بها. إنما احنا في حقبة بعد سعد زغلول منعت الاحتفال بعيد الجهاد، أو كان الحزب الأوحد والزعيم الأوحد وكده. لا، يعني هو احنا عندنا في الإسلام اقبل الرأي الآخر حتى ولو كان مخالفا لك. وده برضو مقولة لسعد زغلول ما دمنا في هذا اليوم، أن الخلاف بيننا لا يفسد للود قضية، اختلف معي كما تحب. وإحنا في فقهنا الإسلامي موجود الفقه من الألف إلى الياء درسناه، ما دام في رأيين أو أكتر خد برأي وما تلزميش غيرك بيه. ده الدين وسماحة الإسلام ويسر وعظمة هذا الدين العظيم، إن بناخد برأي وما أرغمش غيري به، إنما له أن يأخذ بأي رأي شاء في الأمور هذه الأمور الفقهية. ففي يسر وسعة، في هذا هو الدين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إلى أن كان في يوم الجهاد وما تبع من ثورة 19 فخطب الشيوخ في الكنائس والقساوسة في المساجد ليعطوا صورة. وكان المشايخ مش مسيسين عشان ما حدش يقول ده كانوا شيوخ، لا، ده كانوا علماء عاملين. ده احنا بنضرب بهم الأمثلة، ده احنا بنتمنى مثل زيهم يبقى موجود بيننا حتى يكون نبراسا وضياء للأجيال. ثم ما رأيناه في ثورة 25 يناير حيث قام الشباب، زي ما الشباب المسلم بيحمي الكنائس وقت ما تحتاج الكنائس للحماية، الشباب المسيحي جعل طوقا أمنيا أثناء تأدية الصلاة للمسلمين ليحمي إخوانهم من المسلمين. ورأينا الفتاة الشابة الثائرة القبطية وهي تصب الماء على المسلمة لتتوضأ لتصلي. هذه الملحمة جعلت من أبناء مصر نسيجا واحدا عبر التاريخ من أول فتح الإسلامي إلى يومنا هذا. ومن قال أو فعل غير ذلك فهو لم يفهم من دينه ولا من طبيعة هذا الشعب، لم يفهم منه شيء. هذا حتى لا أطيل أكثر من هذا، ولكن الخلاصة أن الوحدة الوطنية واجب ديني كما تعلمناه في ديننا وفي إسلامنا، وعلمنا أزهرنا هذا أنه واجب ديني علينا جميعا. فمن يريد أن يصل إلى ما يرضي ربه فعليه ألا يكون فتنة، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. لو أنني اعتديت على من هو على غير ديني فقد ظلمت. ده حتى مش على غير ديني بس، ده من اعتدى على كافر مشرك لا يعترف بوجود الإله. لو أن إنسانا ظلم وهو ينتسب إلى المسلمين وظلم كافرا ودعا الكافر على المسلم لاستجاب الله. هذا في صميم ديننا، إن الله يستجيب دعوة المظلوم ولو كافرا ضد المؤمن. ولكن لا يجوز لي أن أظلم واحدا من البشر. وهذه الوحدة الوطنية التي ينبغي أن نتعلمها، حيث نادى المنادي بلادي بلادي بلادي، وننادي أيضا بلادي بلادي اسلمي وانعمي، سأرويك حين الظما من دمي. أسأل الله الحسيب الجليل أن يضاعف لنا كل عمل قليل، وأن يثيبنا على القليل الجزيل، إنه سبحانه بكل جميل كفيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
والسلام عليكم جميعا ورحمة الله. عاش الهلال مع الصليب، عاش الهلال مع الصليب. كان هتاف ثورة 19 وما زلنا نرددها لتكون الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لمصر. الكلمة الآن للأستاذ ماجد معزوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جاي هنا علشان أنا مواطن بورسعيدي وأعتز مصري قبطي، أعتز بمصر بلدي، أعتز بحزب الوقت، أعتز بهذه المناسبة القومية الذي ما أشبه اليوم بالبارحة. احنا وكلنا سعد زغلول زمان عشان نخلص من الإنجليز، ووكلناه في الزمن ده للسيس عشان نخلص من الإخوان. يعني ما أشبه اليوم بالغد. وأعتز بإسلام مصر، أنا قبطي أعتز بإسلام مصر كمصري قبطي، أحب جيراني المسلمين وزمايلي وأصدقائي وأصدق أصدقائي. أعتز بمصريتي، أعتز بوطنيتي، أعتز بدين الإسلام والمسلمين حبايبي كلهم، وأعتز بمسيحيتي. وإن كنا إحنا كأقباط دفعنا ثمن في الثورة 30/6، فهي ثمن بسيط جدا وبخيس جدا لمعنى الوطنية ومعنى مصر. احنا ايام سعد زغلول لما كنا بنوكل سعد زغلول قالوا له انت مش ممثل لاطياف مصر، فجابوا وكلاء من مصر كلها وكلت سعد زغلول ان هو فعلا وكيل على لسان المصريين. وكانوا المسيحيين معهم قال لك انتوا مش موكلين المسيحيين، كانوا فاكرين نفسهم ان هم يعني جايين يحموا الرغبات بتوع مصر، وان هم يعني سيتخذوها ذريعه مثل الامريكان واليهود دلوقتي اللي بيقسموا في اوطاننا العربيه ليبيا وسوريا وفلسطين ومصر، بس مش عارفين طبعا هيئات. احنا وكلنا سعد زغلول ووكلنا كل من نلتف حوله كشعب مصري واحد قصاد اي محتل. احنا عندنا مشاكل، عندنا مشاكل نحلها احنا لوحدنا، ملناش دعوه باي حد. عشان تجربوا حته مسلم ومسيحي العبوا بعيد، العبوا بعيد، ما ينفعش معانا. احنا دماغنا ديت ادخن من دماغ الحجر. نموت مننا 1 2 1000 2500 كلنا، كل ارباط مصر فدى مصر وفدى الوطن. وزي ما الرصاصه والقنبله اللي بتنزل على بيتي وبيتك ما بتفرقش ما بين ديانه حد وما بين جنسه، ما بين راجل ولا ست ولا مسلم ولا مسيحي. احنا كلنا الوطن ده ارضه شالتنا وراوتنا وطلعنا منها وبننتمي اليها وهنعيش فيها وهنموت فيها كلنا كمصريين. مفيش فرق ما بين مسلم وبين مسيحي. وشكرا. الكلمة الآن للدكتور محمد سليم رئيس اللجنة العامة للوفد بالقلوبية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر اللجنة العامة لحزب الوفد بورسعيد وعلى رأسها الأستاذة نهلة الألفي رئيسة اللجنة العامة، وتحية وتقدير مني لها باسمكم جميعا. كما أشكر جميع أعضاء الوفد ببورسعيد، وأشكركم جميعا لأنكم لم تنسوا الاحتفال السنوي بذكرى عيد الجهاد الذي تعودنا أن نحضر وأن يقام هذا الاحتفال بمقر حزب الوفد الرئيسي بالدقي بالقاهرة. ولكن سعدنا عندما دعينا لحضور احتفال عيد الجهاد ببورسعيد. فأنا أعتبر قيام لجنة بورسعيد بعمل الاحتفالية بهذه الذكرى العظيمة هو عمل عظيم
من أعضاء وقيادات حزب الوفد ببورسعيد. فشكرا لأعضاء حزب الوفد ببورسعيد. أما في المرحلة القادمة إن شاء الله لا يفوتني أن أقول لكم بصفة زميل لكم في حزب الوفد أننا على مفترق طرق. إما أن يصعد الوفد وأن يكون الحزب السياسي رقم 1 في مصر، وإما أن يكون أن لا تقوم لنا قائمة مرة. فانتبهوا أيها الإخوة الزملاء، انتبهوا في الفترة القادمة أن تتوحدوا كما قال رئيس الحزب الدكتور سيد البدوي، وأن تنبذوا الخلاف فيما بيننا وبينكم، وأن تضعوا أيديكم في يد زملائكم، وأن نسير لتقدم حزب الوفد، وأن نسير في أن يكون حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية القادمة إن شاء الله أن يكون حزب الأكثرية. صدقوني إذا الانتخابات اللي جاية دي ما كناش لينا وضع موجود فيه انسوا الوفد. الوفد قيمة والتاريخ لن ينسى، ولكن وجودنا في الشارع ووجودنا باللجنة التنظيمية هو اللي هيحط لنا مقام ما بين الأحزاب الجديدة الموجودة حاليا. إن شاء الله أنا متفائل تحت قيادة الأستاذة نهلة الألفي وقيادة أعضاء اللجنة العامة لحزب الوفد بورسعيد إن الفترة القادمة سنشهد تطورا وتقدما في حزب الوفد ببورسعيد. أشكركم ومش عاوز أطول عليكم عشان ندي الفرصة للكلمة الأخيرة علشان احنا مسافرين القاهرة بعد كده. شكرا لكم. والآن مع مسك الختام مع كلمة الصديق والزميل السائر الوفدي الأستاذ محمود علي عضو الهيئة العليا للوفد ومساعد رئيس الوفد. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه الشكر والامتنان للجنة الوفد العام ببورسعيد لأنها لم تترك هذه المناسبة الكريمة وهذا اليوم الثالث أن يمر مرور الكرام أبدا أن لا يحتفل به هذا العام، وهو عيد كله عظات وكله عبر في تاريخنا الوطني. ذلك ليس جديدا على بورسعيد، وهكذا تعلمنا من بورسعيد وهكذا يكون التاريخ. عشان كده المكان الاستثنائية الموجودة في بورسعيد وشعب بورسعيد في قلوبنا وصفحات التاريخ ما جاتش من فراغ، جاب الواقع حقيقي موجود على أرض الواقع. تاريخ بيقول إن شعب بورسعيد وأهل بورسعيد استطاعوا أن يصمدوا في وجه كل بوادر وطائرات ومظلمين من إنجلترا وفرنسا اللي كانوا خارجين من تصريف الحرب العالمية الثانية على دول العالم. قوم بورسعيد، قوم شعب بورسعيد أو الاستسلام، وقالوا بوضوح لن نستسلم، قالوا بوضوح لا. مرة ثانية علمنا التاريخ إسرائيل المنتشرة انتصارها في 67 ظل الأعصار الانكسار والضعف اللي كان بيمر بيها الوطن، تعرضت بورسعيد لحملة قاسية وصعبة، ومع ذلك نجحت بورسعيد أن تصمد وجه مدرسة الصهاينة وأبت أن تنكسر، وقالت أيضا لا. مرة أخرى بورسعيد الحرة التي أرادوا تجويعها وحاصروها وأرادوا أن يهزوها وأن يبتزوها ويقوموها على الانكسار والاستسلام، أبت أن تستسلم، أبت أن ترقع، وأبت أن ترقع، وقالت
للذل وللابتذال. لا، بورسعيد التي آمنت بالوحدة الوطنية وقدمت نموذجا خالدا لهذه الوحدة لم تستسلم بكل محاولات الإقصاء، وحينما اتهموها بالإرهاب وحينما فشلوا في إقصاء هذه التهمة بها وسعوا لصالحها بأبنائها لم تستسلم ولم تقاوم ولم تبيع، خيمت في الميادين وفي الشوارع في كل مكان في بورسعيد وأرادت أن تقول للإقصاء لا. هكذا تعلمنا الكثير من بورسعيد ومن شعب بورسعيد. واقع الأمر كلمة لا ما كانتش مجرد كلمة دايما بتتقال في بورسعيد. كلمة لا في بورسعيد واقع الأمر كانت هي الفعل نفسه، كانت الفعل موضوع وبقوة. عشان كده بورسعيد دفعت ضريبة كبيرة جدا وصعبة جدا للمحاولات التفقير والإفقار ومن الدم ومن التهميش، ولكنها ظلت في كل الظروف وفي كل المحن صامدة وقادرة. وزي ما بيقولوا يمكن لابد مرتبطة بجينات المواطن البورسعيدي بجزء من طبيعته زي ما بيكون بيرضعوها مع لبن الأطفال. وشكرا لأمهات بورسعيد الذين جاءوا بأبناء عملوا هذه المدينة بالحديد وبالنار ورسموا لها في صفحات التاريخ صفحات مجيدة بالدم. واقع الأمر النهارده واحنا بنحتفل بعيد الجهاد بنحتفل بمرور 95 سنة على هذه الذكرى. وعشان كده وزي ما قال بعض الزملاء ويمكن ده بيبقى صعب جدا على قد واحد متحدث من واقع الامر، كلام كتير جدا كان مفترض نتكلم فيه بعض الزملاء ما شاء الله النهارده يعني قالوه بوضوح وبقوه. بورسعيد زي ما بقول كان ليها السبق في مواقف كتير، ليها السبق النهارده انها تعيد لينا ذكرى هذا اليوم. هذا اليوم اللي كان جزء 52 قبل حركه يونيو 23 كانت جزء من تاريخ الاحتفالات الرسميه والقوميه الخاصه بعيد الجهاد، يعني يحتفل به بشكل قوي. ولما جت حركه 23 يونيو اوقفت هذا الاحتفال، ولكن دلوقتي اعاد بعد ان عاد الى الحياه السياسيه مره ثانيه في 83 سنه الاحتفال السنويه به. وطبعا انتم عارفين الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها اللي ما سمحتش انه نحتفل به مركزيا، ولكن مش العبره في الاحتفال المركزي، العبره ان يبقى في احتفال يقول بعض هذه الرسائل التي يحملها مثل هذا اليوم. واقع الامر كنت بستعرض حد كان عامل نوع من التحليل بخطط زعماء الوقت على مدار سنوات طويله من سعد زغلول وحتى فؤاد باشا سراج الدين رحمه الله الجميع، ولفت نظري ان هذه الخطط يبدو وكانها ما تزال وليده هذه اللحظه، يبدو وكانهم والغيب لا يعلمه الا الله، ولكنهم وفقا لمعطيات محدده كانوا يستشرفون المستقبل ويفهمون ما هو الواقع الذي نعيش فيه. عشان كده زي ما بيقولوا ما اشبه الليله بالبارحه، حينما نعود الى هذه الخطابات نكتشف ان مصر عاشت خلال قرن كامل من 1918 13 نوفمبر 1918 لحد هذه اللحظه 95 سنه في حاله مخاض ما زالت مستمره بحثا عن الاستقلال وعن الحريه وعن الكرامه وعن العداله الاجتماعيه. انا بس هلقي شويه نظرات وتخيلوا معايا واحنا بنقرا، شوفوا هذا الكلام اللي بيقولوه الزعماء وقيسوا عليه. ربما لو استخدمنا كلمه واحده على سبيل المثال كلمه الاستقلال بالحريه هنكتشف ان سعد زغلول زي ما يكون كان موجود في 18 نوفمبر سنة 20 سعد زغلول كان موجود في مؤتمر الصلح الباريسي للتفاوض على رسالة الاستقلال، ما حضرش الاحتفال الأولاني اللي كان أول احتفال بعيد الجهاد، ولكنه أرسل برقية للمحتفلين في مصر. بيقول للمصريين: لقد رفعتم منذ عامين عن كبريائكم القومية ذلك العبء الذي كان يقتل كاهلها، وبسبب الاستقلال أعلنتم في وجه العالم بأسر حققتم في الحياة، وما زلتم بعد ذلك اليوم تثبتون أنكم جديرون بأمانيكم الوطنية. ويضيف: هذا الاستقلال سنحصل عليه باتحادنا وبروح التضحية وبالإيمان بأنفسنا وبعدالة قضيتنا المقدسة إيمانا هادئا صادقا، ولتحيا مصر. مرة ثانية 13 نوفمبر 21 بيتكلم
سعد زغلول بعد ثوره 19 تعرفين ثوره 19 قدمت الاف الشهداء ومع ذلك اللي قام ثوره 19 كان التنظيم السري للوفد وقياده عبد الرحمن فهمي. اول حاجه عملها سعد باشا زغلول وقبل الانتخابات ان اعلن حل التنظيم السري واجبر كل قيادات التنظيم السري على الانخراط في العمل العلني، ومش كده وبس اجبرهم انهم يخوضوا الانتخابات من اول مره كانت بتتبع سنه 19 اللي هي انتخابات 23 عشان نتعلم. لان الشعوب اللي ما بتتعلمش من تاريخها ما تستفادش من هذه المواقف ما تقدرش تطلع خطوه ثانيه لقدام. ساعات زغلول بيتكلم عن هذا العيد اللي قدم الاف الشهداء والاف التضحيات. بيقول للمصريين يمكن اللي ما يفهموش ما يعرفوش طبيعه المصريين كويس، بيقول نحتفل بعيد الجهاد وهو عيد سلمي هادئ، عيد حريه تعتمد في انتصارها لا على القوه الراشمه بل على قوه العقل والعدل والحق، على الاراده المتحده القائمه على شعب متجالس عزيز شاعر بعزته. وفي نفس اللحظه لا ينسى سعد زغلول شهداء مصر في ثوره 19 اللي يمكن لحد دلوقتي جزء كبير جدا من شهداء ومصابين مصر 25 يناير ما زالت اسرهم تبحث عن حقوقهم ولا تجد وكيل. بيقول بمناسبه ذكرى 13 نوفمبر ارسل انا وعربي الى اقطار الاستقلال وشهداء الوالي والى عائلاتهم الكريمه ابلغ تحياتي واعظم احتراماتي واخلص امالي. في محطه ثانيه مهمه جدا بعد رحيل سعد زغلول مصطفى باشا النحاس عارفين سنه 30 الملك فؤاد الغى دستور 23 واصدر دستور 30 وكان دستور مقيدا بالحريات ويتناقض تماما مع مساحه الحريه التي جاء بها دستور 23. الوفد قاد حركه وطنيه وقاد جبهه وطنيه طويله عريضه من سنه 30 الى سنه 35 كفاح لم يهدأ في الشارع المصري. طاقة مصطفى باشا النحاس كل المحافظات وكل الواقرة مصر يحشد المصريين على المبادرة بعودة الدستور 23 ويندد بالاستبداد والاحتلال الانجليزي والفساد المالي. 13 نوفمبر سنة 35 آخر لحظة في الانتصار، لأنه بعد كده الدستور أجبر الملك إن هو يرجعه بعدها في ديسمبر. في 13 نوفمبر مصطفى النحاس بيخاطب الأمة المصرية وهو بيتكلم عن الدستور وبيركز بعبارات بليغه وقصيره يعني ايه مساله الدستور بالنسبه لنا وبالنسبه للمصريين. ودي مساله مهمه جدا ورساله يمكن اعضائنا في لجنه التمثيل يبصوا فيها. المساله مش مساله ارادات تنتصر وارادات تنسحب. المساله مش مساله تيار ياخد نقطه بعينها او تيار يقصر. المساله ان الدستور ده بيصيغ ويحدد طبيعه العلاقه بين الشعب واكماله. سعد زغلول مصطفى النحاس يصل دستور مصر وما ينبغي ان يكون عليه هذا الدستور. يقول انه هو الدستور الصالح الذي يضع الامر في نصابه ويوفي كل ذي حق حقه وينشر في مصر ديوان الامن والسلام وتنصرف في زراره الى تدبير امورها واصلاح احوالها. ده الدستور اللي هو بيصير علاقه بين المصريين بطوائفهم المختلفه، وفي الوقت نفسه بيصير العلاقه ما بين الحاكم وما بين المحكوم. وفي اخر عيد جهاد يعتمد فيه مصطفى النحاس 13 نوفمبر 51 يبدو وكانه يستشعر اللحظات القادمه فيجدد العهد ويعلن بوضوح ميثاق بين الوفد وبين الامه ويعلن بوضوح عهدا جديدا للمصريين. مصطفى النحاس بيقول في هذا المؤتمر نحن قوم قد قطعنا على انفسنا العهد واشهدنا عليها ابناء الوطن والله خير الشاهدين ان نظل على عهدنا وان نستمسك بكامل حقنا وان لا نحيد عنه اي شعره ولا تمنعنا الاماني والوعود وقد سعيناها وملكناها بعد ان جربناها 60 عاما وتزيد وسنبذل كل الطرق ونطرق جميع الابواب ونعلن في كل فرصه حقنا صريحا مدويا حتى ننال او نهلك نور. وتيجي ثوره او حركه 23 يوليو وحل الاحزاب ويجبر مصطفى النحاس على ان يعتزل في بيت الحياه السياسيه حتى وفاته سنه 65
ويواجه الواجب الجديد ويستطيع وقيادة الرئيس سراج الدين أن يعود إلى الحياة السياسية 83 و 13 نوفمبر 85 أول احتفال للوقت بعد حرب 23 يونيو ربط الرئيس سراج الدين بظل لحظات الإحباط واليأس والأمل، لأنها كانت جاءت بعد تزوير انتخابات 84. الوقت لما رجع كل الأمال كانت معلقة عليه المسارعين في ساحة الانتخابات بعهد المصريين دول قبل 23 يونيو، ولكن كان هو معروف وكما قيلت المذكرات فيما بعد اجتماع مجلس الوزراء وقيادة مبارك قبل انتخابات 84. وزير الداخلية في التاريخ قال لو الانتخابات تمت وفقا للي بيتكلم عنه رئيس الوزراء كان ممدوح سالم هتبقى وممثل وزير الداخلية كان رئيس الوزراء بيتكلم قال وفقا للتقديرات اللي بيقولها ممدوح سالم الوقت سيتسع الانتخابات، ولذلك صدرت الأوامر بأن تنظم الداخلية عملية التزوير، ولذلك وقتها خد 84 مقعد 84 مقعد منهم 56 كانوا موجودين في البرلمان، وحوالي 22 أو 21 اللي هم الفئات اللي تم استدعائهم زي الدكتور محمود الساحة والدكتور عواصر نقلوا بعد كده وخدوا أحكام ولكنها لم تنفذ، وزورت في النهاية رابط الناخبين المصريين في 84. 85 مفاوضات سراج الدين كان يستشرف حتى مش اللحظة اللي كان عايشها، كان زي ما يكون عايش وسطينا هنا 25 يناير. فبيقول ايه بقى 85 لا يسعني الا ان احيي ارواح شهدائنا في سبيل مصر ولنأخذ من تضحياتهم عبره، ان صوت الشعب هو دائما فوق كل صوت، وان الشعب الذي يستهين بحريته يفقد هذه الحريه، والوطن الحر الكبير لا يبنيه الا الوطنيون الاحرار الكرام. سيظل 13 نوفمبر يوما خالدا وعيدا وطنيا رغم حقد الحاقدين وزيف المضللين، سيبقى يوما خالدا لا بقي شعب مصر وشعب مصر لن يزول. وبالفعل تحققت النبوءة في رئيس سراج الدين. 25 يناير استطاع المصريين ان يعيدوا اليهم مصر بعد ان سلبت منهم وان نهبت منهم، وفي 30 يونيو استطاعوا تصحيح المسار مرة ثانية بأن مصر هذا الوطن التاريخي الحضارة العظيم بكل أبنائه لا يمكن لفصيل أن يحصي باقي الأبناء، ولا يمكن لفصيل أن يتمكن وحده من هذا الوطن. ببساطة شديدة جدا حبيت أقول بس هذه اللحظات أو هذه المقتطفات من خطابات بعض الزعماء الوطنيين على مدار قرن عشان نشوف إنه ما زلنا حتى هذه اللحظة على 100 سنة وإحنا بنناضل. صحيح القضية 52 كانت واضحة لأنها كانت قضية الاستقلال، لكن كان مع قضية الاستقلال أيضا كان هناك قضية الديمقراطية والحرية والدستور والعدالة الاجتماعية. النهارده صحيح يمكن احنا مستقلين، لكن ما زال في مشكلة وقضية الحرية وقضية العدالة الاجتماعية. حتى استقلالنا ما بقاش استقلال كامل بالمعنى المرموز، لأن في ظل ما يسمى بالعالم الصغير أو القرية الصغيرة للعالم، هنيجوا شايفين الأمريكان على سبيل المثال وبعض الدول التي لم ترضى عن حركة تصحيح 30 يونيو باتت تحاول أن تسعى أن تفرض إرادتها على المصريين وتهدد بحق المعونات وخلافه، وبالتالي حتى جهادنا وفتحنا بلاد الاستقلال ما زال أمرا مقبولا. عشان كده ال 100 سنة اللي فاتوا أو 95 سنة اللي فاتوا بيقولوا ببساطة إن الوقت ليس حالة طارئة وليس حالة استثنائية وليس حالة قافزة على التاريخ ولا مسار الحركة الوطنية. الوقت هو الجزء الرئيسي والمكون الرئيسي والماثل الرئيسي للحركة الوطنية المصرية. قبل 52 قاد الوقت كفاح مصر ضد الاحتلال وضد ديمقراطية الملك وضد استبداد الملك وضد فساد الملك وضد فساد أحزاب الأقلية وضد القوى الفاشية في ذلك الوقت. وقاد هذا الكفاح وحقق إنجازات عظيمة وإنجازات هائلة مقارنة بالظروف اللي كانت موجودة والمتغيرات الإقليمية والدولية اللي كانت موجودة. الوقت حقق استقلال مصر 23 اللي الهند ظلت لسنوات طويلة تسعى لتحقيقه، ومع ذلك يعني حققته بعدين بسنوات طويلة. الوقت صار وحدة وطنية، بينما الهند لما انكسرت فيها الوحدة الوطنية وانقسمت لدولتين الهند
وباكستان، ويمكن بعد كده حتى لما حصل انقسام بين المسلمين في باكستان الشرقيه والغربيه تحولت الى باكستان وبعد كده بنجلاديش. لبنان الى الان ما زالت تدفع ضريبه الانقسام الخارجي ولم تتعافى منه رغم مرور اكثر من 25 سنه على الحرب الاهليه اللبنانيه. عشان كده الوفد حريص الا تبرح هذه الوحده وان يحفظ لمصر تماسك ابنائها مسلمين واقباط، لانه ده السند الحقيقي وده السند الوحيد اللي يقدر يخلينا نستشرف مستقبل افضل وحياه افضل. وعلى فكره والغريب في الامر والمفارقه انه 25 يناير حتى في ثورته الحقيقيه المره له ارتباط وثيق جدا بذكرى وطنيه. 25 يناير كانت الدعوه ليه في عيد الشرطه، وعيد الشرطه معروف زي ما حضراتكم عارفين هو مناسبه وطنيه برضه ورديه مصريه خالصه، لانه حينما فاز الوفد بالاغلبيه في حكومه 50 حكومه الاغلبيه قررت ان تلغي معاهده 36 ومصطفى النحاس زي وقع معاهده 36 رجع لديها الرجل وقلت الشهيره من اجل مصر وقعت معاهده 36 والمخاطب النواب في مجلس الامه ومن اجل مصر وكانه مليون كلها، وبالفعل تم الغاء معاهده 36 واعلنت حكومه الوفد الكفاح المسلح في مواجهه القوات الانجليزيه ودربوا الابتدائيين مساعدتهم مادتهم بالسلاح والتمويل، وكان فؤاد باشا رحمه الله وزير الداخليه في حكومه الوفد حينذاك. وامام الضربات الموجعه التي وجهها المصريين الفدائيين المصريين للجيش الانجليزي وعسكراته صدر قرار باخلاء كل مدن القناه ورجال الشرطه المصريه. وفجر 25 يناير 51 حاصر الالاف من الجنود البريطانيين المرعوبين بالاسلحه الثقيله من الدبابات والمدرعات مبنى محافظه الاسماعيليه، واعطوا 5 دقائق للقوات اللي موجوده انها تستسلم. في الوقت ده كان في ضابط صغير كان مش خطيب الكليه جمال المقدم اتصل بفؤاد باشا وقال له يا باشا الوضع كذا وكذا وكذا وكذا. الباشا قال له انت قراركم ايه يا مصطفى ايه؟ قال له احنا خدنا قرار بان احنا نقاوم ولا نستسلم ابدا. فالباشا قال له على بركه الله دعانا الله ان ينصره كله. وقلت مذكراته بعد كده ده كان من اصعب اللحظات اللي مريت بيها في حياتي، لان انا كنت عارف ان عددهم لا يتجاوز يمكن 300 350 معهمش في البنادق ومجموعه يعني قليله من الاسلحه يعني الخفيفه وكميه محدوده بالرصاص وبيواجهوا العديد من الكتائب البريطانيه. استمرت المعركه لعده ساعات واسفرت عن استشهاد اكثر من 50 ضابط وجند مصري واصابه العشرات. وحينما نبذت الاسلحه او زي ما بيقولوا رخيص الرصاص تم المفاوضات مع قوات الاحتلال وخرج الجنود المصريين والضباط المصريين دون ان يسلموا اسلحتهم مرفوعي الجبهه، بل وقدمت لهم القوات البريطانيه التحيه. وبالتالي المفارقه الطيبه والجميله انه 25 يناير او ثوره 25 يناير هي في واقع الامر كانت في يوم تاني جزء من ثورتنا ضد الاحتلال. 25 يناير ثوره الشعب كانت ضد الاستبداد وكانت ضد التوريث وكانت ضد الفساد وكانت ضد نهب مصر. برضه 25 يناير 52 كان التعبير عن الكرامه المصريه، كان التعبير عن الوحده الاستقلال وفي الحياه الحره الكريمه. عشان كده زي ما بنقول ان الوفد هو جميل الامه وان الوفد ممتد بجذوره في التربه المصريه وفي عقل القبلان المصريين. واقع الامر ما بنقولش كلام انشائي وما بنقولش كلام ملوش معنى، احنا بنقول كلام يوحد الدكتور سيد اشار سريعا في كلمته وهو بيتكلم انه بعد 25 يناير وحتى قبل 25 يناير فتذكروا مؤتمرات احزاب المعارضه اللي كانت بتعقد في التركي قدره الوفد على تجميع كل كافه القوى السياسيه من اقصى اليمين لاقصى اليسار. وتذكر ان طلبه في الجامعه كان يبقى في المؤتمر ناصر الدين وكان يرحمه قاعد وعن يمينه حمد النصر وعن شماله خالد محي الدين رئيس التجمع وجنبه ابراهيم بدرار ممثل الحزب الشيوعي المصري. هذه القوى السياسيه مختلف اطيافها ولم يكن لها قدره ان تعقد ارادتها مره واحده كانت مقاربه.
ومفيش بيان صدر من مختلف احزاب المعارضه الا من مقر الوطن، ومفيش مؤتمر عقد الا في مقر الوطن، ومفيش موقف يتاخد من الاخوان المسلمين ولا من الشيوعيين المصريين الا في مقر الوطن. وبعد 25 يناير مساله التحالف الديمقراطي اللي ضمت الوطن وضمت اكثر من 40 حزب وقعوا على وثيقه التحالف الديمقراطي ورجعناها في الهيئه العليا لو حطينا فيها اجتهادات التزمت بها الجبهه واحزاب الجبهه حتى اللحظه الاخيره، لكن كالعاده وقت الحسم الاخوان كالمعتاد خلعوا واعتبروا هذه الوثيقه بلا معنى ولا قيمه. لكن مره ثانيه يعود الوقت ويتعود مع قوى سياسيه اخرى جزء من القوى الحيه في مصر وتشكل جبهه الانقاذ.